السلام عليكم بنات، صلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله الفيديو تاعي هذه تلقاكم بخير وعلى خير، تلقاكم هانيين يا ربي. الموديل تاع اليوم هايل وسامبل من الكتان المنمر ولا دونتيل. لا دونتيل شريت متر ونص، والقندوره عندي مترتين ونص، والمتر تاعنا طبعا والمقص. واحلى موديل راح تشوفوه اليوم لهذا الصيف. نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله ونبداو في الفيديو تاعنا. شوفوا بنات، نحكم القماش تاعي نطبقوه على 2 بالطول، ونحكم نكيل الطول 150 سنتيم اللي هو طول المرأة، ونبدا من الاسفل الى غايه الوسط. نبدا نفصل في الكتفين تاعنا. درت 22 سنتيم او 21 كما تحبي، تهبطي ب20 سنتيم اللي هو نزول حردة الابط تاعك، وندير دوران الصدر تاعي كما راكم تشوفوا درتو 33 لان المرأة شويه سمينه. هنا حردة الابط تاعي، شوفوا ننزل وندور دوران حردة الابط تاعي. هاي ليك، شوفوا كيفاش درتها. اظن انه مفهوم. القماش على 2 فصلت بنات الداخل في الخارج. هذه الجهه الخلفيه، القماش اللي مقابلني مفتوح. ننزل 20 سنتيم بنات كذلك نزول الخصر تاعي. نحط النقطه تاعي، وبعد اسفل القماش نكيل 45 سنتيم اللي هو عرض القماش من تحت، ونوصل النقطة 45 مع هاد النقطة تاع 20 تاع الخصر. دوك تشوفوا فقط يبان كيفاش راني هذه النقطة نوصلها إلى غاية 45 سنتيم اللي في أسفل القماش. شوفوا بنات، هنا نجبد القماش تاعي نسقمو ونبدأ نفصل الجهة الخلفية تاعنا. هايديك 20 سنتيم تاع عرض الكتفين، هايديك او 21 عفوا، قلت لكم ديروا 21 2 الى غايه 22. هاوليك وتنزلي نزول الى غايه الصدر تاعك. هايديك 20 سنتيم ودوري حردة الابط تاعك عادي، التفصيله العاديه تاعنا. هاوليك تهبطي الى غايه 20 وتبداي تخرجي الى غايه نهايه. شوفوا بنات كيفاش نعدل فقط الكاميرا. بنات تلمو عندي بزاف ما صورتش، نسيت حتى كيفاش نصور، كيفاش نحط الكاميرا كيفاش يعني هذا الفيديو عنده قريب 20 يوم اللي صورته، ولكن كل ما نجي نديرو المونتاج جاني ثقيل يعني باش ندير المونتاج والتصوير. شوفوا بنات، هايليك هنا درنا 45 سنتيم من تحت، القماش تاعي من تحت هذا كامل تنحى اعوجاج بنات تاع القماش، طبعا فيه الاعوجاج. شوفوا نحي الجهه الخلفيه اللي فصلناها ونحطها فوق الجهه العلويه. نسحب القماش تاعي نسقمو هايليك، ونعكس القماش تاعي الجهه اللي كانت جهه الرقبه نديرها جهه الاسفل. شوفوا هكذا نحط القماش تاعي نسقمو بعد ما نحيت الجهه الخلفيه. دوكا نبدا نفصل في الجهه الاماميه، وهايليك كيفاش نحط القطعة الخلفية تاعي. شوفوا هايديك نحطها نسقمها فقط، نحط هايديك. شوف فقط الجناب اذا تكفيني باش ما يزيدليش القماش، باش يقعد لي حق ذراعين. هايديك جاني سوا نهبط. نديرو كوبي كولي، يعني نفس المقاس اللي درتو من الخلف نديرو من الامام، ومن بعد تجي فرق الرقبه من الامام نفصل كل حاجه وحدها. هاوليك بنات نعدل فقط القماش تاعي لانه الكتان شويه يزلق. هاوليك للعلم بنات كي تفصلي الداخل في الخارج ديري طول القندوره 150 بنات، لانه راح تفصلي القماش على الطول يكفيك. نبداو نفصلوا الامام. هاوليك شوفوا بنات نديروا حردة الابط ونهبطوا نزول الخصر تاعنا. شوفوا الى غايه الاسفل كوبي كولي، يعني واش درت في القندوره من الخلف ندير من الامام. هاوليك كي نفصل يبقاو لي شويت هذوك تاع الجناب
شوفوا بنات هامليك لي شوت تاع الجنب، نحاول اني نعدلهم فوق بعضهم، تجيني جهه مفتوحه وجهه مغلقه، نحاول نعدلهم فوق بعضهم ونفصل الذراعين تاعي. الذراعين تاعي شوفوا هاوليك بنات، نسقم فقط قماشي، ما تسرعيش، حطيهم فوق بعضهم هكذا. سوي القماش ولهنا هذا نفصلوا منه ذراعين تاعنا. هادوما بنات لي شيت اللي نحيناهم من الجناب كي فصلنا الداخل في الخارج. نبداو نجيب الميطره تاعي ونبداو نفصلوا ذراعين تاعنا. نشوف العرض تاع القماش تاعي فقط، الا كان جاني فوق من 28 صافا مليح. انا العرض تاع الذراع نديرو 28 سنتيم، لانه راح نزيد له شويه دونتيل في كيما راح تشوفوا. تبعوا الفيديو الاخير راح تشوفوا. شوفوا بنات، الذراع راح نديرو 3 كار، راح نديرو 45 سنتيم. نكيل 45 سنتيم الطول تاع الذراع تاعي، والعرض هو 28. شوفوا بنات هذا الطول تاع الذراع تاعي، درت 45 نحي هذاك على جهه، ونبدا نفصل في الذراع تاعي. شوفوا منا ننزل ب 15 سنتيم او الشبر ماهوش مفتوح بزاف. هذاك شويه اللي خليته الفوق راهو اعوجاج فقط خليته، ما حبيتش نحسبه. شوفوا بنات الذراع كيفاش تتفصل، ها سهله ماهله، ما كان حتى تعقيدات. هايديك نزيد نحي شويه من العرض تحتاني لانه راح ندير فيه دونتيل. هاوليك ونخرج. شوفوا الذراع كيفاش يجيني بنات ما شاء الله. تبعوا الطريقه تاعي هذه، تكرونتي في راس الكتف باش تعرفي الوسط تاع الذراع، ونحكم الجهه المفتوحه نحطها بجهه والجهه المغلقه نفتحها باش نديرو قطعه لا دونتيل في الجنب. انا حبيت ندير هاد لاستوس فقط لانه كانت جهه مقطعه وجهه ماهيش مقطعه، وليت قلت خليني ندير دونتيل باش نشبحو خير. شوفوا بنات نجيبوا لا دونتيل تاعنا ونكيلو على حساب الذراع تاعي. الطول تاع الذراع اللي هو 45 سنتيم، والعرض تاع الذراع الكم من قدام هكذا بنات. ونقطع لا دونتيل على زوج، نطويها على زوج ونحي غير هذيك الجهه اللي فيها التشرشيف فقط. هاولي كيما راكم تشوفوا هكذا. ندير قيس زوج ذراعين، نكيل ونقص، ومن بعد نقسمو على زوج في الوسط هكذا. شوفوا بنات هاولي كيلت لا دونتيل من التحت، نزيد نكيل لا دونتيل من الفوق 45 سنتيم الطول. طبعا هذايا اللي من التحت نقسمو على زوج، ندير طبقه صغيره رقيقه فقط. هايليك نقسم على زوج ونزيد نحي شويه، نخلي غير هذاك التشرشيف فقط. كما قلت لكم نخلي غير هذاك التشرشيف رقيق فقط، نحطو من الذراع من التحت باش ما يجينيش طويل لا دونتيل. هكذا بنات هاولي كاني نقطع فيه ونروح فوق الماشينه نخيط لا دونتيل من التحت ومن الفوق في الوسط طبعا تاع المونش تاعي. نوجدهم نخيطهم نحطهم بجهه. دوكا بنات نجيب لي الشيت اللي قعدوا لي. ها هاوليك هذا الشيت قعد لي باش ندير التشرشيف اللي راح يجي في الصدر فوق لا دونتيل. طبعا نطبق على 4 ونكيل العرض تاعي، نديرها واحد 8 9 سنتيم فقط. من الاحسن نديرها 9 باش نديرها سورفيلاج منه من، لان راح نديرها سورفيلاج ونديرها شغل كي تكماش في الصدر كيما الفولون في الصدر. هاوليك بنات نكيل فقط قماش تاعي نسقمو، نشوف نتاكد انه كامل راهو 9 سنتيم 9 سنتيم طول القماش كامل. وإلا جاني لي شيت قصار بنات نقطع لي شيت ونقرنهم في الوسط، وندير قطعه طويله باش نقرنها في الصدر تاعي. هاوليك راني نقطع فيهم. هذايا اللي راح نديرو فولون. طبعا نقطع في الوسط باش يجيني زوج قطع هكذا كامل. شوفوا هادو نروح نقرنهم بالماشينه، ومن بعد ندير السورفيلاج، نحي لي شوت العوج يعني اللي في لي شوت هادو، ونروح نخيطهم بالماشينه وندير لهم سورفيلاج عادي. ها مليكسيور هادو انا درت 4. المهم ونشوف على حسب التكماش اللي راح نديرو. نجيب الصدر تاعي عفوا نجيب القندوره تاعي من الخلف ومن الامام. طبعا
نحي الامام نكرونتيه في الوسط باش نروح نحددو ونديرو الفيزلين، ونحكم الخلف تاعي اللي هو هاوليك ماهوش مفصل الرقبه تاعو، وندير 4 على 4 اصابع طبعا، ونفصل الرقبه تاعي من الخلف، ونروح نخيط نبطن الرقبه تاعي ونخيطها من الفوق الى غايه لتحت، وندير لي بانس تاعي لانها مقصوصه من الخلف. نجيب الوسط عفوا نجيب الصدر تاعي طبعا من بعد ما نكون حددته في الوسط بالحديد ودرت له لا فيزلين. واش راح ندير له؟ شوفوا كيفاش ندير بنات. نكيل انا هاد الدائره اللي درتها كيفاش كيلتها باش نديروا لا دانتيل تاعنا. نكيل 4 هنا منا الطول تاع الحفره الصدر تاعي نديرها 20 سنتيم، ومنا ندير 8 سنتيم اللي هي تاع الرقبه تاعي طبعا، ونزيد ندير 4 اصابع تاع الكتف تاعي، يعني اجمالا كامل 8 سنتيم و8 سنتيم تجيك 16 سنتيم، 16 على 20 سنتيم بنات، لانه الكتف راح نديرو 8 سنتيم مش حنديرو زعما 12 ولا. فهمتوا بنات؟ شوفوا نروح انا نقطع هاد الرسمه اللي درتها 16 على 20، تقعد لي حفره الرقبه تاعي من الفوق 8 والكتف 8 طبعا، والحفره تاعي اللي هي 20 سنتيم. نروح انا نقطعها. هاي ليك بنات نوصي ونعاود فيزلين وثم الفيزلين، لانه الكتان كي تفصلي هكا رقبه عريضه يتشردق لك وما تجيكش لا فورم تاع الرقبه مليحه. هاي ليك بعد ما قطعناها نروحو نجيبو البيي ونبطنو الرقبه تاعنا بنات، لانه مش حنخيط الدونتيل هكذا بلا ما نبطن الرقبه تاعي. هاوليك نفتح القندوره تاعي، انا نروح فوق الماشينه نبطن الرقبه تاعي، ونجي نوري لكم كيفاش راح نحط لا دانتيل تاعي. لا دانتيل طبعا بنات كيما شفتوا الدانتيل تاع الميتراج اللي يتباع بالمترا اللي راهو عادي استيكي. هاوليك شوفوا نحط فوق طاوله ونبدا نشكل في الرقبه تاعي بنات. بنات لازم الصبر، شوفوا الخياطه تحب الصبر وتحب الواحد لازم تكون عنده باسيانس باش يقدر يحط قدامه القطعه ويبدا يتفنن فيها. اللي يتقلق راه ما يتعلمش الخياطه. شوفوا بنات نحدد الوسط تاعي بالماركور ونحط لا دانتيل تاعي اول حاجه، نشوف عيني هي ميزاني، نحط لا دانتيل القطعه هذه، نزيد نحط القطعه الثانيه تاع الصدر الجهه المواليه، نزيد نحط القطعه هذه، ونشوف نتاكد بنات عيني هي ميزاني. اذا شفت لا دانتيل تاعي مساوي ومعدول ومسقم والرقبه تاعي جاتني متحوفه ماهيش عريضه بزاف ماهيش واسعه ماهيش مشرتقه، نحكم بالبانجل، نحكم القماش نحكم لا دانتيل عفوا في القماش بلي بانجل، نشكل عيني هي ميزاني، ونحاول اني ندير هذه الرقبه تاعي من تحت في هكذا بنات. دوك تشوفوا الموديل جا ما شاء الله خفيف وروعه، واكيد راح يعجبكم وراح تطبقوه كامل. انا شخصيا نحب لي موديل تاع القنادر تاع لا دانتيل. هاي ليك شوفوا نحكمها كامل بالبانجل قبل ما نطلع فوق الماشينه، لانه لا دانتيل استيكي بنات، استيكي راح يتجعد لكم وراح يتعبكم. احكمي بالبانجل، وحبذا لو كنتي مبتدئه احكمي بالبانجل وحكمي فوفيلاج، حكمي نفده تاع الهض، ومن بعد عدلي الرقبه تاعك بعد ما تخيطيها عدليها بالمقص. شوفي سوي الرقبه تاعك تجي مستويه، لانه هنا شوفوا الرقبه كيفاش الكتفين كيفاش راهم مايلين. فهمتوا بنات؟ سووهم من بعد ما نكون درت السورجي لهذه ولا سورفيلاج لهذه القطعه اللي سورجيتها، نجي واش نحط على الدائره اللي كنت شتي الدانتيل ويبين، نحط على هذيك الدائره اللي فصلتها ونبدا ندير في الفولون تاعي هكذا ساير داير. دوك انا ماهوش منظم يعني نشرح لكم فقط، ولكن بعد تشوفوها في المانكان كيفاش درتها متحوفه ما شاء الله. تحكمي بليات بليات بليات، والفولون والسورفيلاج تاعك يجي الفوق يجي كي الكشكشه هكذا. هاوليك بنات شوفوا كيما فهمتكم كامل خطوه بخطوه. نروح انا فوق الماشينه نخيط لا دانتيل تاعي ونرجع لكم تشوفوا لي مانش كيفاش درت لهم لا دانتيل. شوفوا بنات هاوليك هذه صدر نبعدوها لجهه باش نروحو نخيطوه، والمانش تاعي شوفوا كيفاش بنات فتحتها في الوسط كيفاش درت له قطعه لا دانتيل من تحت ومن الوسط. شوفوا بنات كيفاش جاني لا دانتيل تاعي مستوي، ما حبيتش نديرو عريض بزاف، نقصت فيه درت عرض تاعو قيمه 6 سنتيم فقط.
نقصت من لا دونتيل، ما حبيتش نديرو عريض بزاف، هكذا جاني في عيني حلو احسن. هكذا بنات هاوليك كيما قلت وريت لكم لي مونش تاعي جاو حلوين ما شاء الله. ونعاود بخياطه من فوق لا دونتيل هكذا باش ما النفده ما يتقطعليش لا دونتيل، لانه دونتيل استيكي وكي تلبسوا المراه اكيد راح يتفتق، لازم تعاودي من فوق الخياطه. هكذا بنات نروحوا فوق الماشينه ونبدا نخيط في الفولون تاعي. هاوليك بنات بعد ما بديت نلصق لا دونتيل تاعي، بعد ما درتو بالبانجلو كامل نلصق لا دونتيل تاعي. اول حاجه تبطني الرقبه بالبي وبعدين تحطي دونتيل، ومن بعد دوكا نبدا ندير في الفولون تاعي من الفوق، نتبع هذيك الدائره كامل ونبدا ندير في الفولون بشويه بشويه بشويه. هايليك نغلق القندوره تاعي. شوفوا الصدر كيفاش جاني بنات، هاوليك بالفولون كلش باتقان. نروح نغلق القندوره تاعي من الجوانب ومن بعد نوريها لكم في المانكا. اكيد الجوانب تعرفوا تغلقوهم عادي. شوفوا بنات القندوره تاعي كيفاش جات حلوه ما شاء الله. شوفوا لا دونتيل، شوفوا الفولون، شوفوا الاتقان، شوفوا الذراعين كيفاش درت لها لا دونتيل في الذراعين من تحت وفي الوسط. شوفوا كيفاش جا لا دونتيل تاعها جات ما شاء الله. صدقوني احسن المانكا ظلمتها احسن من التصوير، يعني في الحقيقه تشوفيها ما شاء الله مع تلبسها المراه تجي ما شاء الله. شوفوا جات هايله طويله 150 درت لها لا الطول تاعها ما شاء الله جات. نتمنى انكم تطبقوها. شوفوا سورجي انكم تطبقوها وترجعوا لي بالخبر في لي كومونتير. ما تنسونيش بالدعم في لي كومونتير بنات، واللي ماهيش مشتركه تشترك في القناه، تضغط على الزر الاحمر اشتراك وتضغط على الكل باش يوصلها كل جديد. وما تنساوش لايك الفيديو بنات ودعوة خير، والى ملتقى جديد ان شاء الله. نخليكم مع القندوره تمتعوا بهذا الجمال ما شاء الله.